اولا كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتلقاكم لا فيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. اليوم غادي يكون واحد التغيير شويه في الفيديو، حيت واخيرا بديت ندير الفيديوهات اللي على حسابهم، درت القناه. اليوم غادي نشوفوا واحد الجريمه كانت وقعت، اقولوا هذه شي 23 عام، كانت دارت واحد الضجه كبيره ملي صرات، ولكن لحد الان باقي كاين الناس اللي كيهضروا عليها. وبالنسبه للناس اللي ما سمعوش عليها، اليوم غادي تعرفوا الديتاي معايا كامل، فباش تفهموا كل شيء خليكم معايا حتى اللي ديال الفيديو وصافي. ما عنديش حاجه اخرى نقولها، يلا نبداو الفيديو. 31 اكتوبر 2002 البوليس ديال البرازيل غتجيهم واحد المكالمه، واحد البنت سميتها سوزان. كتقول سوزان بانها دخلت للدار هي وخوها الصغير مع 3 ديال العشيه، ولقات باها وامها ميتين مقتولين في دارهم. البوليس جاو فعلا ديك الساعه. فاش غادي يدخلوا لمسرح الجريمه، اول حاجه غادي يلاحظوها بان الكاميرات واجهزه الانذار كاملين مطفيين. هادشي اللي غادي يخلي عندهم اول شك، اللي كيقولوا بان اللي دار الجريمه شي واحد من افراد العائله، ولا شي واحد يعني كيسكن في الدار، ولا شي واحد من برا. ولكن المهم كيعرف دوك البلايص ديال الكاميرات مزيان، هو اللي يطفاهم، حيت مستحيل يطفاو من برا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بان لهم مسرح الجريمه بحال مفبرك، يعني داكشي اللي طايح في الدار، الا كاين شي بيبان مهرسين، الا هادشي جاهم مرتبي. هذا اللي دار الجريمه هو اللي مرتبو باش ما يشكوش فيه. هذا ثاني شك. ثالث حاجه هو التصرف ديال سوزان، جاهم تصرف غريب بزاف. علاش؟ جوج ديال الاسباب. السبب الاول هو انها كانت بارده جدا نهار الموت ديال امها وباها، بحال تقول شي ناس غراب كاع ما كتعرفهمش، يعني بحال ما تصدمتش فاش عرفت داكشي. والسبب الثاني هو انها كان عندها عيد ميلاد 3 ايام من بعد الحادثه، يعني في 3 نوفمبر، وهي فعلا غادي تحتفل بعيد ميلادها بحال كاع ماشي والديها اللي ماتوا. غادي نمشيو دابا باش نفهموا كيفاش وصلنا حتى ل 31 اكتوبر 2002. غادي نرجعوا شويه بالزمن للوراء، نتعرفوا على هذه العائله، وخصوصا نتعرفوا على سوزان. سوزان فون تزادت في نوفمبر 1983 في وسط أسرة اللي كانت ديما مجامعين وديما كيبغيو بعضياتهم. باها كان مهندس ألماني، وامها كانت طبيبة نفسية برازيلية من أصول لبنانية. سوزان كان عندها خوها صغر منها ب4 سنين، سميتو شو سميتو سميتو أندرياس، وكانت زاد في 1987. كبرت سوزان، عاشت طفولة عادية جدا. كانت العائلة نتاعهم ميسورين، كانوا كيتعتبروا من المليونيرات اللي كاينين في المدينة ديالها. يعني بغيت نقول لكم باللي ما كان عندها حتى مشاكل نهائيا مع الأسرة ديالها فاش كانت صغيرة. بدات كتكبر سوزان، قرات في واحد الثانويه المانيه، من بعد غادي تسجل في واحد الجامعه كاثوليكيه في البرازيل باش تقرا الحقوق. حتى لهنا كلشي مزيان، كلشي بخير، العائله كامله عايشه مع بعضياتها وما كاين حتى مشكل. غادي نقزوا لسنه 1999. سوزان غادي تلتحق بواحد النادي رياضي باش تبقى دير سبور، غادي تبدا تدرب على واحد الرياضه برازيليه، غادي نخلي لكم سميتها هنايا. هنا في هذا النادي غادي تتعرف على واحد الدري سميتو دانيال كريفر. هما بداو عرفاتو يعني في النادي، كان صديق ديالها تما، بداو كاصدقاء طوال المده حتى غادي يولي البوي فريند ديالها. وفعلا غادي تعرف الاهل ديالها على دانيال، ودانيال على الاهل ديالها. هما كانوا موافقين، كان كيبان لهم دري ظريف نقي، ما كتبانش فيه يعني شي حاجه ماشي مزيانه لبنتهم. ولكن ما غاديش يفوت بزاف ديال الوقت حتى غادي يبدلوا الراي ديالهم. علاش؟ غادي يكتشفوا بان دانيال ما كيقرا ما كيخدم، اون بليس كيكونسومي لا دروغ. هنا غادي يعرفوا بان هذا ماشي الشخص المناسب لبنتهم، وغادي ما غاديش يخبيو عليها، يعني غادي يمشيو يهضروا معها، غادي يقولوا لها بلي ما بغيناكش تكوني مع هذا الولد هذا لانه ماشي مناسب ليك، والحاله نتاعو ماشي مزيانه من جميع النواحي ديال الحياه. ولكن هي اصلا ما كانتش دايرها فواش كيقولوا والديها ولا فاش غادي ينصحوها. هي كانت دايره في راسها بغيت هذاك، هي بغيت هذاك، ما كيهمهاش يكون يقرا ولا ما يقراش، يخدم ولا ما يخدمش، تعمى وها عينيها. وعاد يعني مع لاج نتاعها سي نورمال. صافي غادي تعرض الوالدين ديالها وغادي تكمل معاه. وهنايا فين غادي يبداو المشاكل اللي غادي يوصلونا للنهار ديال الحادثه. بقى الحال مستمر هكا، بقات المضايقه ديال والدين سوزانا ليها باش انها تخلي دانيال. واحد النهار كان والديها عندهم واحد العطله، غادي يمشيو لواحد البلاصه باش يقضيو هاد العطله ديالهم. غادي يجي دانيال وغادي يعيش مع سوزان في الدار ديالها شهر، في الدار ديال والديها، يعني شهر كامل. مور هاد الشهر هذا غادي يجيو والديها وغادي تقول لهم بانها بغاتهم يشريو لها دار باش تكون فيها هي ودانيال.
بطبيعه الحال الاهل ديالها غادي يرفضوا، لانهم هما اصلا رافضين تماما انها تكون كتعرف هاد دانيال العساك عاد تيشريو لهم الدار. فغادي يقول لها باها بانها خصها تقرا وخصها تخدم على راسها وتشري داكشي اللي بغات بفلوسها. وما كانش الهدف نتاعو هو انها ما يشري لهاش الدار، ولكن كان الهدف ديالو هو انها تراجع على العلاقه ديالها مع دانيال وتمشي يعني تبقى مع دارهم وتكمل قرايتها عادي. بقات المضايقه والضغط على سوزان حتى غادي نوصلوا النهار المشؤوم ديال 31 اكتوبر 2002، النهار اللي بدينا به القضيه كاع في الاول. هذا النهار هذا غادي تجي سوزان وغادي تدي خوها لواحد لاصال ديال الجيم باش يلعب، غتخليه تما. هي ديك الساعه كان باقي لها شي شهر باش تكمل 19 عام، وخوها ديك الساعه كان عنده تقريبا 15 عام. غادي يديه لديك لاصال ديال الجيم باش يبقى تما، وهي غادي ترجع. فين غادي تمشي؟ غادي تمشي للدار. كانت دايره مع دانيال وخوه اللي سميتو كريستن، وكان عنده ديك الساعه 26 سنه. غادي دير معاهم بانهم يستناوها قدام الدار. غادي تمشي هي، غادي تدخل للدار، غادي تطفي الكاميرات كاملين واجهزه الانذار كاملين، ما غتخلي حتى حاجه. وغادي تطلع لغرفه النوم ديال امها وباها باش تاكد بانهم ناعسين وما ما جايبين الخبر لحتى حاجه. غادي تنزل مور ما طفات الكاميرا، تاكدت مزيان بان الكاميرات كاملين مطفيين وبان اجهزه الانذار حتى هما مطفيين. غادي تدخل كريستن ودانيال للدار. غادي يكون هما عندهم واحد الحديده كبيره وثقيله، هي غادي تبقى في الصالون وهما غادي يطلعوا عند والدين سوزان. غادي يكون في بالهم بانهم غادي يقتلوهم هذيك الحديده، وفعلا غادي ينزلوا عليهم بها. غادي يبقاو يضربوا ولكن ما ماتوش، رغم ان الضربات اللي كانوا بديك الحديده يعني قاصحين بزاف واذاوهم وسبوا لهم بزاف ديال الضربات وداكشي، ولكن ما ماتوش. هادشي علاش غادي يمشي، غادي يخلي كريستن تما، وغادي يمشي دانيال للحمام ديال الدار وغادي يجيب واحد الفوطه باش انه يخنقهم بها. هذاك الشيء اللي كان جاب ديك الفوطه وبقى كيخنق فيهم، ولكن عاوتاني ما ماتوش، ما صرا والو. غادي يمشي يجيب واحد سطل ولا مهم وعاء كان فيه الماء باش يخنقهم بالماء. هذاك الشيء اللي كان جاب داك الماء للاسف باين سوزان مات بهذه الطريقه ديال خنق بالماء، ولكن امها لحد الان مازال ما بغاتش كاع تموت. داك الشيء علاش دانيال غادي يمشي يجيب واحد الكيس بلاستيكي وغادي يديروا لها على راسها وغادي يبلعوا وغادي يخليها هكاك حتى تموت. هنا غادي يكونوا ماتوا بجوج بهم. فاش سالاو تنفيذ الخطه ديالهم وتاكدوا بان ماماين وباباين سوزان ماتوا بجوج بهم، غادي يدوزوا المخطط ديالهم الثاني. واش هو كان؟ هو انهم يدرجوا على الجريمه ديالهم. كي غادي يديروا؟ غادي يمشيو يحاولوا يمشيو للدار يشوفوا اي حاجه يطيحوها يهرسوها، مثلا الحوايج الثمينين يحيدوهم. علاش؟ باش بحال لي هذا مسرح جريمه مفبرك. داكشي علاش قلت لكم قبيله البوليس بان لهم هذا الشيء مرتب، يعني شي واحد اللي صاوبوا داروا هذا الشيء باش يقولوا بان شي شفار ولا شي عصابه دخلوا من اجل السرقه وهما اللي قتلوا صحاب الدار. اذا حتى لهنا غادي تكونوا عرفتوا شكون اللي نفذ الجريمه. دابا غادي نفوتوا للتحقيقات وغادي نفوتوا للمحكمه ديال سوزان ودانيال كريستن باش نعرفوا شنو المصير ديالهم. مور ما سالاو هاد الثلاثه ديال الناس الجريمه ديالهم وخرجوا، غادي يحاولوا يخليو شي حاجه اللي تبين بانهم ماشي هما، ولكن صراحه كانوا داروا واحد الموف غبي. علاش؟ خلاو التليفونات نتاعهم في الدار وخلاو حتى واحد المسدس كان ديال واحد فيهم، ما مذكورش في التحقيق ديال شكون، ولكن المهم بقى واحد المسدس في الدار. هادشي هما كان عند بالهم. ما عرفتش واش كانوا يقولوا بانه الا خلاوه تما غادي يقولوا مهم، قالوا بان هادشي غادي يخلي البوليس ما يشكش فيهم، ولكن راه باينه من لا دي ان غادي يبان هاد التليفون ديال من. هادشي علاش الشرطه غادي تدي هاد ثلاثه ديال الناس دانيال كريستن وسوزان غادي تديهم للتحقيق. التحقيق ما غاديش ياخذ وقت طويل بزاف، تقريبا في سيمانه غادي يسالي، لحقاش داروا الضغط بزاف على سوزان. غادي تعترف بكل شيء بالقصه كامله، غادي تقولها كيفاش خططناها كيفاش صرا لهداك الشيء هذاك. غادي يجي دانيال كريستن غادي يجيو للمحكمه وهي سوزان غادي يجيو للمحكمه سنه 2006 باش ياخذوا الحكم النهائي ديالهم ويشوفوا شحال تحكم على كل واحد فيهم.
سوزان ودانيال بما انهم هما المخططين الاولين والمشتبه بهم الاولين اللي داروا يعني اللي بداو الجريمه ديالهم وهداك الشيء، غادي ياخذوا 40 عام لانهم تحكموا بالقتل العمد. اما كريستن غادي يتحكم ب 38 عام لانه تآمر على ضحيه وخبى دلائل مهم، دار بزاف ديال الحوايج. غير الفرق هو انه خدا عامين منقوصه عليهم. سوزان غادي تحاول مور هذا الشيء هذا تنقص في الحكم وغادي تحاول دير استئناف وداكشي، ولكن ديما كان كيترفض فما ده هادشي الوالو. غادي تبقى هي ودانيال في الحبس لمده 40 سنه ضروري. وكريستن كما قلت لكم 38 سنه. في سنه 2011 خوها اللي صغر منها ب4 سنين غادي يرفع واحد القضيه على انه ياخذ الحصه نتاعها كامله من الورث، وفعلا غادي ينجح في هذه القضيه والحصه نتاع سوزان كامله غادي تحول لخوها. وهنايا غادي نكونوا سالينا القضيه ديال اليوم وسالينا لا فيديو. ما تنساوش راني غادي نخلي لكم تصاور، غادي نخلي لكم لي سورس في الديسكريبسيون، غادي نخلي لكم شي قنوات اللي هضروا على هذه الجريمه هذه حتى هما، غادي نخلي لكم كل شي فيديوهات في التالي. غير واش هي انا ما نقدرش نحط فيديو طويل بزاف مثلا في كاع المقابله وداكشي، حيت كانوا داروا معها واحد الانترفيو، ما نقدرش انا ندير مقابله كامله، راكم عارفين مع الحقوق وداكشي. غادي نخلي لكم كاع لي ليان في الديسكريبسيون، غادي نخلي لكم مقتطفات باش تشوفوهم عاوتاني، باش يعني اللي ما بغاش يشوف الانترفيو كامل مطول غادي يشوف غير المقتطفات. وكما قلت لكم غنخلي لكم لي سورس كاملين، سواء المكتوبين سواء لي فيديو سواء الناس اليوتيوبر اللي هادرين عليها، المهم كل شيء غادي تلقاوه في الديسكريبسيون. وقبل ما نسالي هذا الفيديو بغيت نخلي لكم واحد النصيحه اللي غادي تكونوا ضروري فهمتوها من هذا الفيديو. سوزان كانت في واحد الوقيته ديال المراهقه تبعت البوي فريند ديالها، وها شوف فين وصلوا. زيد على عاد اللي ما قلتلكمش في المحكمه، سوزان ردتها في دانيال وخوه، ودانيال وخوه ردوها في سوزان، قالوا بانهم هما نفذوا الطلب ديالها 100%. هنا كتعرفوا بان حتى واحد ما غادي ينفعكم. اذا الا كنتي بنت وسن المراهقه، هذا السن راه ما ديال الخريج، ما ديال بوي فريند، ما ديال جيرل فريند، ما ديال حتى حاجه. هذا السن سميتو قراي، لحقاش غادي يتسالي هذه المرحله ديال المراهقه اللي هي اصلا مرحله حساسه بزاف، بس كتعرفي كي ديري تتعاملي معاها. فاش غادي تسالي غادي تبقاي تقولي لو كان غي، هذيك لو كان غي ما غادي تنفعك في حتى حاجه، وما غادي تقدري تبدلي والو، لان مستحيل نوليو بالزمن اللور. فالحاجه اللي غادي نقول لك، انا ما عرفتكش شكون انتي وما عرفتكش كي دايره عايشه، ولكن الا بغيتي شي نصيحه من عندي، قراي وخدمي على راسك وضمني مستقبلك، حيت حتى شي واحد شكون ما كان ما غادي يهزك كما الشهاده ديالك، قرايتك، خدمتك وفلوسك في جيبك. الا ما كنتيش معوله على راسك ماديا ومعنويا، ما كاينش شي واحد غادي يمد لك يديه. واخا يبان لك بنادم ظريف في الاول، راه ما غاديش يبقى نهائيا ظريف في التالي، ونهار اللي غادي تسالي حاجته غادي يمشي وانت هي اللي غادي تحشى لك. هادشي علاش بغيت نقولك قراي وخدمي على راسك، وكل حاجه كتجي في وقتها. وصافي، مور ما هضرت شويه بزاف هاد المره، كنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غادي كنظن 100% غادي يكون حتى هي قضيه، لان الفيديوهات اللي انا بديت بهم غير باش نبدي بهم. يعني انا ماشي هذا هو محتوى القناه اللي كان في راسي، انا محتوى القناه اللي في راسي غادي يبدا من هذا الفيديو هذا. فالفيديو ان شاء الله الجايه كنأكد لكم باللي غادي يكون حتى هو شي قضيه، غادي نبحث على شي قضيه كانت دارت ضجه في الوقت ديالها. ما تنساوش تشوفوا انستغرام ديالي، ها هو غادي نخليه لكم هنايا. الا كان عندكم شي اقتراح، شي انتقاد، مهم اي حاجه كانت مرحبا. وباي باي، حتى الفيديو الجايه ونتشوفوا.